السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا هنعمله فطار النهارده مع بعض. هنعمله عرق لحمة باردة. انا جبته من امبارح وربطته وتبلته وركنته في التلاجة. بتتبليه بايه؟ ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. عايزة تحطي في صوص توم حطي، مش عايزة ما تحطيش ما تحطيش، عشان انا بلاقي عيالي بيشيلوا في صوص التوم لما يجوا ايه ياكلوا. عايزه تتبليه كده اهو. انا بقى المره دي مش هعمله على النار من فوق، مش هحمره وبعد كده احطه ايه في الفرن. انا هحطه في الكيس الحراري على طول واحطه في الفرن هيستوى معايا. وحاجه تانية كمان هيطلع طري وحلو، وبعمله بدري عشان يلحق يبرد عشان اعرف اقطعه على الفطار. يلا مع بعض بقى ندخله كده الكيس الحراري وندخله الفرن. الكيس الحراري بقفله، وبعد ما اقفله بعمل فيه قطعه رفيعه، عشان انا سالت على القطع إيه، عملتي خرم يا طنط في الكيس الحراري ولا لا؟ لازم الكيس الحراري قبل ما يدخل النار تديله قطعه كده من فوق رفيعه، اللي بيه هينفذ ضغط الهواء اللي فيه. ماشي، وده كده القفل اللي بيجي معاه. كده بقى جاهز. هحطه في صينيه وهقطع الخرم دوت وادخله النار، وارجع لكم بقى نكملوا بقيه حاجتنا اللي هتتعمل من بدري. ودلوقتي بقى يا حبايبي هنبتدوا نعمله الحلو، عشان اركنه على جنب كده ايه واتفضي منه واطلعه من المطبخ. فاكرين طبعا انتوا الكنافه اللي انا كنت حمرتها معاكم وعملت بيها فيديو قبل كده، عشان كده بقول حمروا كميه كبيره. بصوا بقى النهارده خدمتني في ايه. طلعت البصمه دي من عندي وهبتدي اعمل ازاي. طلع كده الكنافه وبالمعلقه وهضغط جامد. هضغط جامد ليه؟ عشان تتماسك معايا، عشان اعرف بعد كده اتحرك بيها، ما تبقاش ايه مجرد ما المسها كده الاقيها ايه بتفك معايا. مليتها خالص وبالمعلقه كده وبضغط عليها جامد. اعملها كده اللي هي تطلع معايا بكل سهوله. اقربها لكم كمان تشوفوها كويس. بس عشان شكل الورده كده جميله ازاي، ومع الضغطه متماسكه في نفسها. هعمل بقى الكميه اللي انا عايزاها. اقول لكم بس كمان واحده كمان قدامكم. اهم حاجه ان انت تضغطيها ضغطه حلوه. بس بملى البصمه كلها، مش باخد منها حته حته، لا بملاها كلها. بس كده اهي بقت متماسكه. بنطلع كده جامد. كده لغايه ما اخلص الكميه اللي انا عايزاها. هزوقها بكريم جانتيه، ببستر كريم،
بفواكه عندي. يعني انت لو عندك فراوله مثلا، قطعي فراولايه عليها على الوش كده وقدميها. ممكن تزوقيها باي حاجه. وممكن لو مش عايزه تحطيها مباشره على الطبق كده، جيبي لها الورق بتاع الحلويات وحطيه فيها. بس انا لو حطيتها في ورقه الحلويات هحس ان انا هداري الجمال بتاعت الفسطانه ديت. ولو ما عندكيش المفسطانه دي، عندك اي حاجه مدوره حلقه اعملي بيها. يعني اتصرفي بس اعملي حاجه شكلها حلو. وكده يا بنات انا خلصت الكميه، هحطها في التلاجة. وقبل الفطار بشويه هعمل باستري كريم وهسيبها طبعا تبرد. وبعد كده هوت هعمل بتاع دوت لما هي تبقى بارده هحط عليها الباستري كريم في الاخر بتفرعي كده على الوش، واحطها على السفره وهوريكم برضك مع بعض. ودلوقتي يلا هنعمله مع بعض صينيه رقاق. انا كنت قبل كده عملتها معاكم بس قلت ايه هنعملوها تاني. بجيب لفه الرقاق النص وبعدها، هي بتبقى من 8 ل 9، يا 8 يا 9، فباخد 4 ورقات تحت و4 ورقات في النص، 4 ونص و4 ونص، بقسمهم بالظبط وبحطهم. وبجيب شوربه كده سخنه زي ما انتم شايفين، وابتدي انزل كده بيها. حطيت ورقتين همسحهم كده مسحه برضك بالسمنه عشان يبقى الرقاق مورق معاكي، ما يبقاش كده عامل ايه اكنه رصه كده فوق بعضها. الشوربه بتبقى سخنه كده بتاع الرقاق. هنا بقى كده بين الورقتين ونص دول مش هبتدي احط سمنه ليه؟ عشان هنزل عليه باللحمه المفرومه. بس كمان نص ورقه. بس كده يبقى اللحمه المفرومه نحطها. وبعد ما نزلت باللحمه المفرومه هبتدي بقى انزل ببقيه الرقاق. بس هحط الاول المكسر ده كده الاول عشان انا عايزه السليم على الوش عشان اعرف اخرطه.
وكده انا خلصت الرقاق. لازم بقى الرقاق قبل ما يخش النار زي ما انتم شايفين انا حاطاه على اللون الابيض ليه؟ عشان يحمر. ما احطوش على اللون اللي هو محمر ودوت كده الراجل، وهو كده شكله محمر، لكن انا هحطه بقى كده اهوت عشان بقى هو يحمر ويبقى مقرمش وجميل معايا. هخرطه. ودايما لما يبقى عندك ضيوف خرطي الرقاق خرط صغيره. ليه؟ عشان حتى اللي عايز يدوق حته ما يسيبليش بواقي مقطمه من مطرحه ما هو كان. كده بصوا انتوا شايفين القطعه بقت قد ايه؟ كده حلوه. يعني حتى اللي هياكلها حتى لو مش عايز يكملها ما فيهاش، هي قطمه كمان وهيروح واكل. هدم بقى الوش كويس سمنه وهدخلهم على النار. ودلوقتي كده صينيه الرقاق طلعت زي ما انتم شايفين اتحمرت وبقت جميله. هسيبها تبرد عشان اعرف ارصها في السيرفيس. ودي يا بنات عجينه الباب بيستري اللي هي رقائق الباب بيستري. دي عملتها حشيتها جبنه، بس دي مش بتتقلى، دي بتتسوى في الفرن. فانا زي ما انتم شايفين كده عملتها وهحطها ادخلها بقى في الفرن هي كمان تتعمل تدهن بس كده. وبيدينوا وشها بيض بس انا ما بحبش البيض في وش العجين. بس انا كده هاخدها بالسمنه كده. هدخلها بردك على الفرن وهوريها لكم بقى على السفره وهي مستويه. وكده يا بنات ده الشكل النهائي كده. شايفين السمبوسه معانا، سمر دخلت على الرز البسمتي والعرق اللحمه قطعناه مع بعض ماشي. وده الرقاق وعجينه المنفيل اللي عملتها انا حشيتها والشيبسي. شوفوا بقى الكنافه الشكل النهائي بتاعها، قولوا لي ايه رايكم وجربوها. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم، ما نحرمش منكم ابدا. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.